اهلا بكم في برنامج العالم، وتشوفوا اشتراك ولايك وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. فيديو النهارده عن احمد حسام ميدو. احمد حسام ميدو ده طبعا ده واحد بيحقد وبيغل تجاه الناس. الاهلي عملوا مرض نفسي وعملوا تعب نفسي وعملوا عقد نفسيه مش طبيعي. واحد بيعمل تعصب وفتنه في مصر، هو منبع للتعصب وفتنه في مصر. طبعا هو شخص كاره وحاقد وغدلاوي جدا تجاه النادي الاهلي. الاهلي عملوا مرض نفسي وعملوا تعب نفسي وعملوا عقده نفسيه بجد يعني. طبعا هو بيحب يسير الجدل بكلام بتوع تعصب فتنه وبيحب الترند واللقطه. طبعا احمد حسام ميدو طبعا هو بيقول كلام بشع نتائج بشع نتائج، طبعا بيقول كلام غير محترم. ده كلامه بينم عن التعصب فتنه في مصر. بيقول كلام كله كذب وافتراء، بيقول حاجات اصلا مش موجوده على ارض الواقع، بيقول حاجات اصلا من وحي خياله. فواضح الاهلي عمل مرض نفسي وعملوا تعب نفسي وعملوا عقده نفسيه بجد يعني. طبعا احمد حسام ميدو طبعا هو ب 100 وش بتراهم، ما عندوش شخصيه اصلا، ما عندوش مبدا في حياته، في ثلاث امنيه فوق مدلس وكذاب وانه بيقرا وبيغل وبيحكي. والشر ما بتجاه النادي عمل مشكله وعمل عقده من السنين لانه بيكره وبيغل تجاه نادي الاهلي. طبعا الفيديو جدول يعني فيديو جدول والله العظيم حاجه في منتهى الحقد والغل وحاجه في منتهى الكذب وحاجه غير محترمه وحاجه في منتهى التعصب فتنه. تعالوا شوفوا كده. لا، في ناس عرضت نفسها عن طريق وكلاء لاعبين ان هم عايزين يجوا الزمالك. لعيبه موجوده دلوقتي جوه النادي الاهلي ولعيبه بتلعب ولعيبه الاهلي تعاقد معاهم. يعني والله عايز اقول لك يا عم حسام ميدو، الاهلي هيفضل مجننكم مبالغ خفيف. ده ايه الكذب ده يعني يا عم حسام ميدو؟ ده ايه الكذب ده يا ميدو؟ يعني انا عايز افهم ايه الكذب ده. طلع بيكذب بيقول لك ان الزمالك اتعاقد، كان عايز كان هيتعاقد وكان هيجيب وناس وافقت من لعيبه الاهلي اللي هو اللعيبه الحاليه الموجوده في الاهلي. الزمالك يعني بيقول لك الزمالك اتعاقد معاه وهيجيبها وخلاص، وان اللعيبه دي الاهلي اتعاقد معاها. ده ايه الكذب ده؟ ده ايه الكذب ده العلني؟ كذب علني. فهو مش لاقي حاجه يقولها يعني، زي يعني مش لاقيين حاجه يقولوها، بيقولوا اي حاجه كده وخلاص يثيروا الجدل بيها، ومنها ترند ومنها لقطه يعني منها ترند والناس تتكلم، لان الكلام ده كله كذب في كذب في كذب. هو هدفه ان هو عايز الناس تتكلم في يعني الناس تتكلم في الموضوع ده، يعمل ترند. فهو مش لاقي حاجه يقولها احمد حسام ميدو. فعايز اقول لك عايز اقول لك احمد حسام ميدو، الاهلي هيفضل طبعا، الاهلي هيفضل مربيك خفيف وهيفضل مجننك وهيفضل وجعك ويفضل عامل لك عقده نفسيه. طبعا حسام ميدو طبعا قلت لكم هو بيحب يسير كده طبعا بكلام منتهى تعصفتنا وبيحب الترند والله. طبعا حسام ميدو طبعا هو كاره للنادي الاهلي وحاقد على النادي الاهلي. احمد حسام ميدو اعرف حجمك قبل ما تتكلم عن النادي الاهلي. استضيف عليك بكره بالبرنامج العالمي. السلام عليكم.